بهذا العمل الجليل العظيم وبهذا الصنيع يعني. وأيضا فيه وفاء لهذا المسجد، وفيه بر للوالدين، يعني الوالدين وكل الناس الذين ساهموا معنا، يعني والديهم كانوا في هذا المسجد وهذا المسجد، ويكون امتداد وخيرات كثيرة. وفي رمضان كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا كريما، وفي رمضان يختلف، يعني يزيد في الإكرام وفي الصدقات وفي الجود، والعمر في رمضان يعني مضاعف. فإن شاء الله نسأل الله ربنا يتقبل منا ومنكم، ويجزيكم الله عنا وعن كل ما أفطرتموه وكل عن ما أطعمتموه وكل صرح غمتموه، تجدوه عند المولى عز وجل، ولا يجازيكم إلا الله سبحانه وتعالى، وجزاكم الله خير، والله يعني يتولاكم. نسأل الله يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والركوع والسجود ويوفقنا، ونحمد الله أن أدركنا شهر رمضان، الشهر المعظم الذي أوله رحمة ونصفه أو منتصفه مغفرة وآخره عتق من النار. أسأل الله أن يعطي رغابنا ورغاب آبائنا ورغابكم وأبنائنا وأحبائنا وكل من ساهم واستغربنا ينفق عليه يخلف عليه. وإن شاء الله ربنا يعني يجعلنا من المرحومين في هذا الشهر، ومن المغفورين لهم في هذا الشهر، ومن الذين معتوقين في هذا الشهر العظيم. وربنا يعني يسدد الخطى ويتقبل ويخلف ويزيد ويبارك ويوسع في أخلاقكم وأرزاقكم، ويجزيكم الله خير. وصلي وسلم على سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم، صلاة تفتح لنا بها باب الخير والتيسير، وتغفل بها باب الشر والتعسير لنا ولكم. تقبل منا ومنكم وجزاكم الله خير.